ده أنا هاكلمكم عن أقوى منحة لدراسة الثانوية في العالم، وهي منحة UWC United World College. والمنحة دي أنتم طلبتوها مني كتير وأخيرًا هي فتحت، فاتفرجوا على الفيديو للآخر لأن الفيديو ده مهم جدًا وهاكلمكم عنه حرفيًا عن كل حاجة، مش محتاجين تتفرجوا على أي فيديو تاني. منحة UWC أو مدارس العالم المتحدة هي منحة لمدة سنتين بتدرسوا فيها الثانوية بنظام الIB، فهي حرفيًا البكالوريا الدولية، فهي المنحة التحفة. فلو أنتم في أولى ثانوي أو في تانية ثانوي كملوا الفيديو للآخر، وكمان لو عندكم اخوات صغيرين ممكن تبعتوا لهم الفيديو ده. في الفيديو ده هاكلمكم عن كل حاجة، عن شروط المنحة، إيه اللي المفروض تقدموا عليه، نصايح عشان تعرفوا تقدموا على المنحة، ناس أعرفها اتقبلت في المنحة قبل كده. حرفيًا هاكلمكم عن كل حاجة في المنحة، وركزي معايا في الفيديو وكملوه للآخر عشان آخر ميعاد إن أنتم تقدموا على المنحة هو 18 ديسمبر، يعني حرفيًا قدامكم أسبوعين. ركزوا معايا في الفيديو، يلا نبدأ. ازيك؟ لو أول مرة تشوفني أنا اسمي عالية وأنا سافرت أكتر من 18 دولة وخدت أكتر من 40 منحة، وأنا هنا في القناة باتكلم عن محتوى تعليمي ومحتوى عن السفر، فأهلًا بيك على قناتي ويالّا نبدأ الفيديو. إيه يا عالية هي منحة UWC؟ منحة UWC United World College هي منحة للطلاب الثانوية إنكم تدرسوا سنتين في أي دولة بقى من الدول اللي هم يخلقوا فيها. بالمناسبة مصر أو الدول العربية ما فيش منهم أصلًا UWC، فأنتم حرفيًا لو اتقبلتوا وأنتم من مصر فأنتم كده مسافرين. ممكن تسافروا بقى في أفريقيا، ممكن تسافروا في أوروبا، ممكن تسافروا في أمريكا، في الهند، وما تخافوش كل المدارس على نفس المستوى. يعني لو حد جاله مثلًا مدرسة في الهند وحد تاني جاله مدرسة في United States of America في أمريكا، عادي جدًا نفس الحاجة، هتدرسوا نفس الحاجة. فأنتم برضه بتحطوا أنتم عايزين تدرسوا فين بالضبط، بس هُم في الآخر اللجنة هي اللي بتقرر. فما تقلقوش كده هتدرسوا بنفس النظام، وهو نظام البكالوريا الدولية اللي هو الIB. هنتكلم عن المنحة، هي المنحة أصلًا مفتوحة لمين؟ هي المنحة مفتوحة دلوقتي للطلاب اللي في أولى ثانوي أو في تانية ثانوي. طيب أنا دلوقتي عالية في تالتة إعدادي أو أنا في تالتة ثانوي، لأ هي المنحة مأكدة هُم مأكدين إن أنت لو في تالتة إعدادي أو في تالتة ثانوي هُم مش هيقدروا يقبلوك، بس لو أنتم في أولى ثانوي أو تانية ثانوي تقدروا تقدموا عادي جدًا. بس خدوا بالكم لو أنتم في تانية ثانوي هتعيدوا سنة، يعني ما تقولوش إن هو هيخلّيكم تدرسوا سنة واحدة بس. لو أنتم في تانية ثانوي هتعيدوا سنة. بس أنا شايفة ده بالنسبة لي ده مكسب ليكم، مش إن أنتم ما تزعلوش إن أنتم تعيدوا سنة أو حاجة، برضه قدّموا. فهي المنحة لازم يكون سنك من أول 2008 ل2010، هُم كاتبين بالضبط إن أنت تكون من مواليد 31 مايو 2008 لحد 31 ديسمبر 2010. بس كمان المنحة قالت لو أنتم سنكم يعني قريب شوية من لو مثلًا 2011 في أول الشهور أو قبل 31 مايو 2008 ممكن كل case تبعت لهم، وساعتها هُم هيردوا عليكم وممكن فعلًا يقبلوكم لو فعلًا فرق السن بسيط. بس لازم طبعًا الشرط الأساسي إن أنتم تكونوا في أولى ثانوي أو في تانية ثانوي. أنتم لو درستوا في المنحة دي، لو درستوا في UWC فأنتم هتدرسوا بنظام الIB الInternational Baccalaureate، وده نظام معترف بيه دوليًا في كل دول العالم، يعني مش زي الثانوية اللي إحنا خدناها أو لو ثانوية أزهرية أو أي حاجة. وبالمناسبة المنحة بتقبل جميع أنواع الثانوي، فلو أنتم في ثانوي أزهر، أنتم في ثانوي عام، عادي جدًا تقدروا تقدموا. ولو أنتم في أي نوع تاني من الثانوي ممكن تبعتوا لهم إيميل تأكدوا منهم، بس هم قالوا إن هم بيقبلوا جميع الطلاب، فما تقلقوش من الpoint دي. فأنتم تخيلوا لو أنتم اتخرجتوا دي من الجامعة هتكونوا أعلى من طلاب كتير في مصر أصلًا. غير كده بجد أنا أعرف ناس كتير هاكلمكم في الفيديو بجد عن ناس كتير أعرف اتخرجت من المنحة دي وإزاي حياتهم اتغيرت، لأنهم مش بيدرسوا زينا كده الثانوية. يعني لو أنتم دلوقتي في أولى ثانوي وفي تانية ثانوي فأنتم عارفين إحنا بندرس إزاي، فأنتم حرفيًا حياتكم هتتغير لو اتقبلتوا في المنحة دي. طب أنا إزاي باقدم على المنحة دي؟ أنت ممكن تقدم عليها في link أنا هاكون سايباه في description الفيديو، خش عليه هتلاقي فيه link المنحة وساعتها تقدر تقدم عليها. هي المنحة بتكون على حسب كل دولة، فإحنا مثلًا في مصر لو أنتم حتى في أي دولة عربية تانية كل دولتكم بتكون منزّلة link المنحة، فهي مصر لسه منزّلة link المنحة مثلًا من أسبوع، أسبوع ونُص كده، فأنتم ممكن تقدروا تخشوا عليه. وهُم بيطلبوا منكم ساعتها إن أنتم تملوا شوية بيانات. أهم حاجة طبعًا إن أنتم يكون معاكم شهادة الإعدادية، يعني تكونوا خارجين من إعدادي، كده مش هينفع تقدموه أصلًا من غيرها. حتى ما تقولوش إن أنا هاتخرّج السنة الجاية، لو هتخرجوا السنة الجاية ممكن بقى تقدموا السنة الجاية، بس أنتم لازم دلوقتي تكونوا في أولى ثانوي أو تانية ثانوي. برضه تجيبوا إثبات إن أنتم في أولى ثانوي أو في تانية ثانوي، ده برضه تقدروا تجيبوه عادي جدًا من المدرسة بتاعتكم، تسألوا وتجيبوه. وطبعًا شهادة ميلادكم، فده أهم 3 حاجات المفروض تقدموها، اللي هو شهادة الميلاد، إن أنتم خارجين تالتة إعدادي، شهادة تالتة إعدادي، وكمان إن أنتم في أولى ثانوي أو في تانية ثانوي إقرار من المدرسة. متطلبات المنحة سهلة جدًا، لو في كل الشروط في فرصة كبيرة أوي إن أنتم تتقبلوا. أول حاجة زي ما قُلت لكم إن أنتم لازم تكونوا مولودين في الrange اللي هم حاطينه، أنا برضه هاكون سايباها لكم في الdescription، اللي هو 31 مايو 2008 لحد 31/12/2010. بس برضه لو قُلت لكم لو الrange قريب منهم ممكن تبعتوا لهم إيميل تسألوهم، ده أول شيء. تاني شيء الeducational background، لازم تكونوا على الأقل خارجين تالتة إعدادي وتكونوا دلوقتي في أولى ثانوي أو في تانية ثانوي. وكمان هم كاتبين إن أنتم يكون عندكم record كويس في الدراسة، يعني تكونوا جايبين درجات كويسة.
يعني مثلًا جيد جدًا، امتياز، حتى يا جماعة على طول بانصح في المنح حتى لو جايبين جيد أو جايبين مجموع أقل، مش هتخسروا أي حاجة لو قدمتوا، خصوصًا لو عندكم activities تانية وعاليين مثلًا في حاجات تانية، فدي تاني شيء إن أنتم يكونوا معاكم شهادة تالتة إعدادي، وكمان تكونوا جايبين درجات كويسة في المدرسة. تالت حاجة أنتم مصريين أو أنتم قاعدين في مصر يعني WC Egypt لو أنتم بتقدموا عليها، لو أنتم مصريين أو أنتم مثلًا سوريين، فلسطينيين، ليبيين، أي حاجة بس عندكم إقامة في مصر عادي تقدروا تقدموا، مش بس للمصريين المقيمين في مصر، وده بينطبق على كل الدول التانية، وممكن برضه تبعتوا لهم بالإيميل هُم بيردوا ويساعدوا جدًا لو عندكم أي سؤال. رابع حاجة هي الpersonal qualities والvalues زي على طول ما باتكلم على طول لو أنتم متابعيني على السوشيال ميديا، أنتم يكونوا عندكم روح القيادة عشان أنتم تتعلموا ده هناك أصلًا، وإن أنتم تكونوا فعلًا بتحبوا تساعدوا المجتمع. طب ده يعني إيه عالية؟ يعني تكونوا عملتوا حاجات تطوعية، تكونوا عملتوا projects في المدرسة، تكونوا خدتوا كورسات. أنا مش باقول أنا عارفة إن أنتم دلوقتي يعني اللي بيكون بيقدم هيكون 15، 16، 17 سنة، فأنا عارفة إن أنتم صغيرين، بس على الأقل تكونوا بتحبوا تساعدوا. يعني أنا كنت باعمل ده من وأنا صغيرة، كان باين إن في حاجة كده، كان باين إن عالية دي عندها حاجة، كان باين عند الناس اللي اتقابلت في المنح دلوقتي برضه إن هُم كان عندهم حاجة. فلو أنتم فعلًا اتطوعتوا أو حتى عملتوا حاجات بسيطة في projects في المدرسة، خدتوا كورس، عملتوا أي حاجة، اكتبوا عن ده. ده أصلًا بيكون في مقالات في المنحة بتملوها بيتكلم عن ده، فدي حاجة هتساعدكم جدًا. ودي يا جماعة مش بتساعد بس في UWC، ياما اتكلمت عنها، بتساعد بجد في كل حاجة. فلو أنتم ما بدأتوش حتى وعايزين تقدموا مثلًا على المنحة السنة الجاية، ابدأوا من دلوقتي اتطوعوا، ابدأوا خدوا courses، ابدأوا ساعدوا الناس، ابدأوا مهارات القيادة، وأنا هابقى أعمل لكم فيديو مخصوص عنها، بس هاسيب لكم هنا الفيديو اللي أنا كنت عملته عن المهارة اللي خلّتني أسافر. ساعتها كنت باقول إن أنا سافرت 15 دولة، دلوقتي المهارة اللي خلّتني أسافر 18 دولة هاسيبها لكم، ده أنا حرفيًا كنت باطبّقه من وأنا عندي 15 سنة. وخامس وآخر حاجة هي الlanguage requirement. طبعًا هي المنحة totally in English، يعني أنتم هتدرسوا بالEnglish يعني طول السنتين أكيد، لإن أنتم مش هتدرسوا في مصر أو في أي دولة عربية، بس هم مش طالبين شهادة لغة، يعني هم مش طالبين شهادة لغة منكم، وهم كمان مش طالبين إن أنتم تبقوا يعني native speakers أو C1 in English، هم طالبين إن أنتم يبقى الEnglish عندكم متوسط، كده هتدرسوا هناك English والEnglish بتاعكم هيتطور جدًا. يعني أنا أول برضه ما سافرت أمريكا مثلًا، أنا أول ما سافرت ما كانش الEnglish بتاعي اللي هو واو عادي، اتطور واحدة بواحدة لحد الآن لسه بيتطور عادي جدًا. فأهم حاجة إن أنتم على الأقل تبقوا B1 في الEnglish، يعني على الأقل تكونوا بتفهموا شوية، عشان لمّا تروحوا هناك ما تتصدموش، بس هم مش طالبين أي شهادة لغة، ودي آخر متطلب هم طالبينه. إيه هي معايير القبول في UWC؟ إيه الصفات اللي هم عايزينها تبقى عندك؟ أول حاجة الintellectual curiosity، هم عايزين يبقى شخص عنده فضول، عنده فضول ثقافي، إن هو بجد يعرف العالم. يعني أنتم تخيلوا مثلًا إن أهو أنا سافرت أهو مثلًا، رُحت مثلًا جنوب أفريقيا، رُحت الهند، رُحت كندا، أنا عندي فضول إن أنا فعلًا أتعلم، عندي فضول إن أنا أتعلم في المدرسة، عندي فضول إن أنا أتعلم عن ثقافة البلد، عندي فضول إن أنا أتعلم عن ثقافة صحابي اللي معايا. هم ده اللي هم عايزينه فعلًا، وعندي فضول كمان إن أنا أعرف الناس، مش بس فضول إن أنا أتعلم منهم. تاني حاجة إن يكون في active commitment لUWC values، وكمان الvalues اللي عندك، يعني هم بيتكلموا إن أنت ما تغيّرش الvalues بتاعتك أصلًا، وكمان تحترم values UWC، وده برضه بترجعنا للنقطة اللي بعدها، إن إحنا نكون open minded ومحترمين لآراء الآخرين. أنتم لمّا تتقبلوا في المنحة دي، يعني لو حد فيكم اتقبل دي هتبقى حاجة بجد عظيمة لمستقبلك ومستقبلِك. أنتم لازم تحترموا الآخرين، لإن أنتم هيكون معاكم، أنا عارفة إن هي ممكن تكون صدمة حضارية شوية خصوصًا للناس في مصر والدول العربية، عشان إحنا منغلقين شوية ولمّا تطلعوا برّه، بس لازم تحترموا إن في ثقافات تانية، ثقافات مختلفة، وهُم كمان اللي لازم يحترموكم. دي حاجة على طول في المنح، ودي أول حاجة أنا اتعلمتها، وبجد دي من أحلى الحاجات اللي أنا باحبها. أنا باحب أشوف الاختلاف، لو أنت شخص أو أنتِ شخص مش بتحبوا الاختلاف دي هتكون حاجة صعبة عليكم، بس في العموم دي هتكون حاجة صعبة في السفر مش في UWC بس. فيعني الpoint دي لازم تغيّروها ولازم تحترموا الآخرين. والpoint اللي بعد كده إن أنت تكون شخص resilient self aware، يعني أنت تكون شخص فاهم نفسك. بس أنا باتكلم إن الpoint دي لازم وإحنا صغيرين ممكن نكون مش فاهمينها أوي، أنا لحد الآن لسه باشوف إن أنا أبقى self aware، بس على الأقل إن أنتم تكونوا فاهمين فعلًا أنتم عايزين إيه، عايزين إيه هدفكم من المنحة. وبالمناسبة هُم يسألوكوا ده في الapplication، ده في أي منحة بتقدموا عليها، إيه هدفكم من المنحة دي؟ أنتم ليه عايزين تقدموا على UWC؟ لازم تكونوا حاطين ده في دماغكم وفاهمين أنا ليه عايزة أعمل كده. أنا عايز self aware إن أنا عايز مثلًا أدرس biology بعدها، طب أنا عايزة أشتغل في الnanotechnology، أنا عايزة أبقى computer science. لازم يكون عندكم أهداف، حتى ممكن لو اتغيّرت بعدين، بس على الأقل يكون عندكم أهداف واضحة. آخر نقطة والنقطة مهمة جدًا، إن أنتم تعرفوا academic، إن أنتم تعرفوا تكمّلوا وتدرسوا كويس فعلًا وتجيبوا درجات كويسة، عشان هي زي أي scholarship. فأنتم لمّا تتقبلوا في scholarship في ثانوي، في الجامعة، في الماستر، لازم تجيبوا درجات معيّنة، لازم عشان أكيد هُم دافعين فلوس، وأكيد هُم مستثمرين فيك وفيكِ، فأنتم لازم تكمّلوا على النهج الدراسي. طب وأنتم بتقدّموا على website إيه اللي هي هتطلب منكم، يعني إيه متطلبات تقديم على المنحة؟ أول حاجة زي ما قُلت لكم إن أنتم هتملوا الform، هتملوا الform الموجود، هيبقى فيه essays بقى، هيبقى فيه مقالات، هيسألكم فيه عن نفسكم، هيسألكم فيه عن سنكم.
تاني حاجة شهادة ميلادكم، والأوراق دي شهادة ميلادكم، شهادة تالتة إعدادي، وشهادة قيد إن أنتم في أولى ثانوي أو في تانية ثانوي. هيكون في recommendation letters من مدرسين بقى عندكم في المدرسة، حاجة في التطوعية، حاجة في الcourse، حاجة حتى في النشاط الرياضي. بس لو في 2 لو مثلًا هتجيبوا 2 فجيب مثلًا، أنا باشوف إن هو حاجة academic مثلًا وحاجة تطوعية أو حاجة رياضية، يعني مثلًا تجيبوا واحدة مثلًا مدرسة وحد مثلًا معاكم في التطوع، leader مثلًا معاكم في التطوع، فدي هتكون حاجة مهمة جدًا. وتالت حاجة هي هتكون إمضا بخط الإيد من الأب أو الأم، ولو في حد فيهم مش موجود الأب أو الأم ممكن يمضوا هُم الاتنين. وترفعوا طبعًا السجلات الأكاديمية اللي أنا قُلت لكم عليها، والمستندات المطلوبة لو أي حاجة تانية هيبعتها لكم بالإيميل. فهي مرحلة الاختيار، مرحلة اختيار أول step اللي أنا قُلت لكم تعملوها، إن أنتم خلاص طَب أنتم دلوقتي مليتوا الform، إيه هي الstep بعد كده؟ بعد كده هيتواصلوا معاكم لو اتقبلتوا في المرحلة اللي بعد كده، وهيبعتوا لكم، ممكن هيبعتوا assignment أو هيعملوا معاكم interview. وبعد كده لو اتقبلتوا بتبدأوا السنة الجديدة، يعني هتبدأوا في شهر 9 اللي جاي على طول في UWC. عشان كده أنتم لازم تكونوا في أولى ثانوي أو في تانية ثانوي مش في تالتة إعدادي. فأنتم لو في تالتة إعدادي دلوقتي ابدأوا جهّزوا نفسكم، اتطوعوا، خدوا كورسات، اعملوا كل حاجة، حسّنوا من درجاتكم عشان تقدروا تقدّموا السنة الجاية. طيب هل هي المنحة ممولة بالكامل أو لأ؟ طيب UWC هي financial aid، دي زي المنحة اللي أنا كنت رُحتها في جنوب أفريقيا. يعني إيه financial aid؟ يعني مساعدة مالية. يعني هي بتشوف هل أنتم فعلًا محتاجين أو لأ. فلو أنتم فعلًا محتاجين 90% أنتم بتاخدوا 100% fully financial aid، وده اللي كان أصلًا في الأغلب بيحصل مع العرب أو الناس من أفريقيا. بس هُم بيشوفوا الاحتياج، يعني مثلًا لو أنتم عادي تقدروا تدفعوا مثلًا travel tickets، تقدروا تدفعوا شوية من الaccommodation، تاخدوا مثلًا 50% or 60%، ففي حد تاني مش قادر بياخدوا 100%، فهُم بيقيسوا case بcase. فعشان كده لو اتقبلتوا في أول step هُم بعد كده بيعملوا معاكم interview، بيشوفوا الfinancial aid. فهي في steps تانية، هو بس مش أول step كده وكده خلصنا واتقبلنا، لأ لسه في مراحل تانية بتعدّوها كمان. تعالوا أحكي لكم أصلًا قصتي مع UWC وإزاي أنا عرفت عنّهم، ودي قصة شخصية، ده اللي باتكلّم عنّه على طول. السفر بيعلّمني كتير، عشان كده لمّا سألتوني إزاي باعرف على المنح قُلت لكم إن هي كلّها عندي هنا في دماغي، لإنها حرفيًا قصص، هي story بالنسبة لي. أنا رُحت جنوب أفريقيا من سنتين بالضبط، يعني أنا دلوقتي كنت في جنوب أفريقيا من سنتين في 23، وساعتها كان معايا 50 شخص، كان 3 بنات منهم حرفيًا خريجين UWC. ساعتها أنا كنت لسه تامة، كنت 20 21 سَنة، تقريبًا كنت لسه تامة 21 سَنة، والبنات دي كانوا من 18 ل19 سَنة. البنات دي كانت لسه متخرّجة من UWC scholarship بتاعة جنوب أفريقيا، هابقى أعمل لكم فيديو كامل عنها. وهُم كانوا جايين برضه بعدها. بجد يا جماعة أنتم مش فاهمين إن البنات عندها 18 سَنة، 19 سَنة، وأنا كان عندي ساعتها 21 سَنة، حرفيًا كان تفكيرهم زيي. وكمان كان أعلى لإن هُم دارسين بجد المدرسة تحفة، هي بس مش بتعلّمهم بس أكاديمي، هي كمان يعني عايزاكم تشوفوا كمان على الويب سايت، مش تاخدوا بس كل الكلام في الفيديو، بتعلّمهم كمان رياضة، بتعلّمهم إزاي debate، بتعلّمهم إزاي يتكلموا فعلًا. فعلًا بيكونوا خارجين المدرسة leaders، بيعملوا تطوع. حتى كان في بنت، يعني هُم 3 بنات وواحدة هندية كانت بتدرس في الهند وغيّرت فيها كل ده على إنها حرفيًا ما خرجتش من بلدها. وبنت تانية من إيطاليا كانت بتدرس في تاريكا، وبنت تانية من الأرجنتين كانت بتدرس في إيطاليا. شوفوا بيعملوا إيه، يعني حرفيًا UWC فيه 18 مدرسة حوالين العالم. أنتم تخيّلوا أنتم ممكن تروحوا أي مكان، ممكن تروحوا كوستاريكا، ممكن تروحوا كندا، ممكن تروحوا هولندا، ما تعرفوش هتروحوا فين، وكلّهم نفس المستوى وكلّهم نفس التعليم اللي هو الIB. فأنا بجد لمّا شُفت البنات دي أنا عرفت إن هي حاجة مختلفة، أنا ساعتها ما كنتش أعرفها، بس أنا عرفت إن UWC دي حاجة مختلفة فعلًا، وحاجة فعلًا هتفرق معاكم. عشان كده أنا قُلت أول ما فتحت أنا لازم أعمل لكم الفيديو ده. دي حرفيًا أول منحة أنا أتكلم عنها، عشان يعني حبايبي الكراكيت أتمنى تقدّموا عليها. يعني لو عالية دلوقتي عندها 15، 16 سنة كنت أحب أقدّم عليها. بجد UWC من المنح اللي بجد أحب كنت آخُدها، وده بجد والله أنا مش باكدب عشان أنا باعمل الفيديو ده. بجد من اللي أنا سمعته من البنات ومن اللي أنا شُفته فعلًا غيّرت فيها قد إيه. لأ أنا كنت أتمنى إن أنا، ما أنا عادي كنت خريجة ثانوية عامة بالمناسبة. لأ أنا كنت عايزة أدرس في حاجة زي دي، يعني كَم التعليم اللي أنا خدته في 23 سنة دلوقتي. أعتقد إن أنا كان ممكن أبقى عالية دي من وأنا عندي 18 سنة، بس أنا مش ندمانة على أي حاجة. فاتقبلتوا ما اتقبلتوش عايزاكم تكمّلوا في طريقكم، بس دي فرصة كويسة أوي ليكم. خصوصًا لو أنتم دلوقتي، يعني الفيديو ده لو أنتم حرفيًا من أول ما أنتم عندكم 12 سنة، ولو أنتم عندكم زي 20، 23 سنة، اتفرّجوا عليه ووروه لاخواتكم. وبجد يعني لو تعرفوا أي حد ممكن يستفاد من الفيديو ابعتوه له، لإن هو بجد فرصة بجد هتغيّر حياتهم. هاجاوبكم دلوقتي عن أكتر الأسئلة الشائعة اللي ممكن تسألوها عن المنحة. أنتِ أو أنت ممكن تختاروا المكان اللي أنتم عايزين تدرسوا فيه في المدرسة. أنتم بتعملوا التفضيلات بتاعتكم، بس في الآخر اللجنة هي اللي بتقرر. يعني أنتم مثلًا ممكن تقولوا إن أنتم عايزين تروحوا في هولندا أو كندا، وفي الآخر هُم مثلًا شايفين إن لأ إيطاليا أو كوستاريكا أو الهند.
فلأ في الآخر هُم اللي بيقرروا، بس أنتم برضه بتحطوا في بالكم عادي جدًا. تاني حاجة، هل لازم شهادة لغة أو لازم English عالي؟ أنا جاوبتكم already بس هاجاوبكم تاني عشان عارفة إن السؤال ده بيقلقكم. لأ مش لازم شهادة لغة، هُم مش طالبين خالص، بس على الأقل تكونوا بتعرفوا تتكلموا English عشان أنتم الدراسة هناك هتبقى English وكمان هتدرسوا هناك فما تقلقوش. هل ممكن ندخل جامعة مصرية بعد ما ناخد شهادة الIB؟ طبعًا ممكن تدرسوا في جامعة مصرية، أصلًا إحنا عندنا ناس في مصر بيدرسوا الInternational Baccalaureate، ففي ناس كتيرة عادي جدًا النظام موجود وتقدروا تدرسوا عادية في مصر، تقدروا تدرسوا حرفيًا في أي مكان في العالم. هل الrecommendations مهمة أو الessays اللي أنا هاعملها؟ طبعًا مهمة جدًا، ويا جماعة ما تستخدموش الAI، ما تعتمدوش على الAI، خليكم بجد شخصيتكم الحقيقية، خليكم شخصيتكم الصادقة، ماشي؟ يعني خليكم صادقة، ولمّا تطلبوا من حد يعمل لكم recommendation حد فعلًا يكون عارفكم وعارف فعلًا طموحاتكم وعارف بجد أنتم عملتوا إيه عشان يعرف بجد يتكلم عنك أو عنِك. هل النشاطات برّه المدرسة شرط أساسي؟ لأ هي مش شرط أساسي، بس هي بجد حاجة بتساعد جدًا. يعني تخيل مثلًا حد جايب 90% وأنت برضه جايب 90%، بس أنت شخص مثلًا عملت نشاطات برّه المدرسة، أنت شخص قيادي، كنت بتلعب رياضة، كنت بتروح تتطوع، كنت بتاخد كورسات، والشخص ده ما عملش أي حاجة، بالمنطق أنت اللي هتتقبل، فهكذا بقى في كل حاجة. فكل ما زودتوا وكل بجد ما عرفتوا نفسكم أكتر وساعدتوا المجتمع، كل ده بقى بيخليكم تتقبلوا في أي منحة. بالنسبة ل3 بنات اللي كانوا معايا في جنوب أفريقيا، هم حرفيًا ال3 دلوقتي في جامعات في أمريكا واخدين حرفيًا fully funded scholarship. ده ليه بقى؟ ده ليه؟ عشان منحة UWC أصلًا، يعني البنت الهندية دي أنا فاكرة إن هي كانت قاعدة معايا في نفس البيت ساعتها في جنوب أفريقيا، كانت بتقدم على المنحة وإحنا هناك، حرفيًا قبلت UWC شُفت في الكلية كاتبين لو خريجين UWC ليهم منحة أكبر، أنتم متخيلين أصلًا؟ فهي المنحة بجد بتفتح ليكم أبواب أنتم مش عارفين عنها حاجة، doors بجد خصوصًا في السن الصغير ده، تخيلوا أصلًا عقلكم بيتشكل في السن الصغير ده، فهي بجد المنحة تحفة، والبنت التانية برضه في جامعة تانية في أمريكا وهكذا. فأنتم تخيلوا يعني أنتم أصلًا مش ضامنين بس إن أنتم تتخرجوا بنظام كويس زي ده مش هتاخدوا بس الinternational baccalaureate، يعني هتكونوا حرفيًا سابقين ناس كتيرة أوي في مصر، وسابقين كمان في الدول العربية لو أنتم متابعيني من دول تانية غير مصر، لأ أنتم كمان ليكم فرص تانية في الجامعة، وكمان ليكم فرص في الشغل، يعني أنتم حرفيًا بتحسنوا حياتكم وأنتم في السن الصغير ده. أنا عارفة إن إحنا مش كلنا عندنا الprivilege إن إحنا كنا نعرف ده في سن صغير، أنا ما كنتش عارفة عنها في سن صغير، بس لو أنتم دلوقتي متابعينّي وأنتم أكبر قدّي، أكبر منّي، أنتم أهالي، بجد ابعتوها لحد في السن ده، ما تعرفوش هتغيّر قد إيه في مصيرهم، وأنا كمان خلاص هابدأ أكلمكم عن كل المنح وعن السفر في الأيام الجاية، فخليكم متابعينّي هنا على اليوتيوب. تحذير يا جماعة، المنحة قايلة ده أنا شُفتها كذا مرّة، ما تستخدموش الAI، ما تستخدموش ChatGPT، ما تستخدموش Gemini. بُصّوا، أنا على طول باتكلّم إن ما فيش مشكلة إن إحنا نستخدمه عشان يصلّح لنا الgrammar، حاجة مهمة أوي، ممكن تملوا الapplication بالعربي عادي، يعني هُم سامحين لكم الapplication بالعربي وتملوا الapplication بالإنجليزي، يعني هُم سامحين عادي إن أنتم تملوا الapplication بالعربي أو تملوا الapplication بالإنجليزي، فاللغة اللي أنتم مرتاحين فيها أكتر املوا بيها الapplication، فأنتم ما عندكوش مبرر إن أنتم تستخدموا الAI. هُم بجد محذّرين يا جماعة كذا مرّة من استخدام الAI، وأنا باشوف لو حاجة زي دي هُم كتبوها كذا مرّة ما لهاش لازمة بجد إن إحنا نستخدمه، خلاص ما فيش مشاكل إن هو يدّينا أفكار، بس ما تخلّوهوش يكتب لكم كتابات خالص، ما تقولوش بقى يكتب لي motivational letter، يكتب لي recommendation letter، هيعرفوا بلاش، لأ، ليه؟ اكتبوا بجد خليكم صادقين مع نفسكم، بجد خليكم صادقين عادي جدًا واكتبوا فعلًا أنا عايز أروح آخد المنحة دي، طب أنا إيه أهدافي المستقبلية، طب أنا عملت إيه، خليكم صادقين عادي جدًا، وبالمناسبة في سنكم هم والله مش بيطلبوا حاجات جبارة أو خارقة، بس خليكم نفسكم فعلًا واتكلموا عن أحلامكم واتكلموا عن طموحاتكم وهتتقبلوا. بما إن أنا خدت أكتر من 40 منحة وكنت خدت منحة وأنا في سنكم كده، إيه هي النصايح الشخصية اللي أنا ممكن أقولها لِك أو أقولها لك؟ كونوا نفسكم وده مش cringe والله، كونوا نفسكم بجد، بيبان فعلًا في الapplication، يعني أنا كنت عملت interviews وكانوا بيقولوا لي قد إيه الapplication بتاعي عجبهم عادي جدًا بجد، وفي ناس تانية كانت مثلًا مستخدمة الAI قالوا لي فعلًا اللي هو إحنا خدنا بالنا، بس دي كانت منحة تانية، اللي هو إحنا كنا نحب أكتر إن إحنا شُفنا طريقتِك، فدي حاجة برضه خلّتني اللي هو حتى لو أنا طريقتي مش perfect بس على الأقل أنا مبيّنة مين عليَّ، فأنتم برضه بيّنوا أنتم مين. مين شخصيتكم، هم يحبّوا يشوفوا ده، بس كونوا نَفْسكم، احكوا بجد عن قصص حقيقية، بجد أقل حاجة حصلت في اليوم عندكم، أنا عارفة إن أنتم ممكن تكونوا مثلًا طوّعتوا في حاجة، اتطوّعتوا مثلًا في المدرسة، كنتم بتوزّعوا حاجة، ساعدتوا مثلًا في shelter، ساعدتوا مثلًا في ملجأ، فأنتم اللي شايفين إن دي حاجة عادية، لأ دي مش حاجة عادية، بجد اتكلّموا عنّها واتكلّموا عن الimpact، فاتكلّموا عن المواقف دي، وخليكم واثقين في نَفْسكم. وعايزة أقول لكم حاجة، أنا حرفيًا أنا قُلت إن أنا قدّمت أكتر من 40 منحة، بس ما تعرفوش قد إيه أنا والله حتى معدّة، أنا لازم أعدّي لكم في مرّة أنا قدّمت على أكتر من كده منحة، أعتقد إن أنا قدّمت في حياتي على أكتر من 300 منحة مثلًا، فده طبيعي، اوعوا تزعلوا لو لو ما اتقبلتوش في منحة، ولو أنتم دلوقتي في تالتة إعدادي، في أولى ثانوي، ليكم فرص تانية، المنحة على طول بتفتح للطلاب في أولى ثانوي وتانية ثانوي، فلو أنتم أصغر من كده على طول ليكم فرصة، ما تقلقوش، في منح والله كنت باقدّم عليها كذا مرّة، وفي منح اتقبلت فيها وفي منح ما اتقبلتش فيها، فعادي جدًا، دي الحياة،
ولسه هاكلمكم عن منح تانية أكتر، فخليكم متابعينّي. أتمنى الفيديو يكون وضّح لكم كل حاجة عن UWC ويكون ساعدكم فعلًا. أنا حاولت بجد أجمّع كل المعلومات وأقول لكم ده في أول فيديو أكلمكم فيه عن المنح. أتمنى فعلًا يكون عجبكم. لو لسه في أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات على طول، ولو عجبكم الفيديو برضه قولوا لي وعايزينّي أتكلم عن منح إيه تانية أكتر، وعايزين محتوى إيه اللي تشوفوه الأيام الجاية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، دعمكم يساعدني جدًا إن أنا أتكلم عن منح. وفعلًا أنتم ما تعرفوش لمّا بتعملوا لايك، لمّا بتعملوا سبسكرايب ده بيدعمني إزاي إن أنا أكمّل محتوى فعلًا، وأكمّل إن أنا أكلمكم عن منح وأكلمكم على السفر. بس كده، يومكم سعيد، وزي ما قُلت لكم لو في أي حاجة محتاجينها اكتبوها لي في الكومنتات. باي باي.